أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته، وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها، وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة. والآن أدعو سيادة رئيس الجمهورية للتفضل بإلقاء كلمته الموجهة إلى الشعب التونسي، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين حتى أن نلقاه وبعد أن نلقاه، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السيد رئيس مجلس نواب الشعب، السيد رئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم، السيدات والسادة النواب، أيها الملأ الكريم، يا أبناء شعبنا العظيم في وطننا العزيز تونس وفي كل أنحاء العالم، يقتضي الواجب في البداية أن نقف خاشعين ترحما وإجلالا لكل من قضى من أجل تحرير هذا الوطن من الاحتلال، ثم من الاستبداد، ومن الخونة، ومن اللصوص، ومن الطغاة، ومن الذين كانوا في أضغاث أحلامهم يمنون أنفسهم بتفجير البلاد وبتفكيكها. لقد قال الشعب صاحب السيادة وحده كلمته الفصل بكل حرية يوم 6 من شهر أكتوبر، فتحية لكل من اختار بكل حرية ولم يحتكم إلا لقناعاته وليس لغيرها، ولم يحكم سوى ضميره. لا تتجه النية إطلاقا في هذا الموكب إلى التوقف طويلا عند الأحداث التي شهدتها تونس منذ يوم 17 من شهر ديسمبر من سنة 10 و2000، يوما انطلقت شرارة الانفجار الثوري التاريخي تحت شعار الشعب يريد الشغل والحرية والكرامة الوطنية. ولكن حقيق بالتوقف ولو لدقائق معدودات عند المحاولات الظاهرة والخفية لإجهاض الثورة. بدأت القوى المعادية للثورة الشعبية منذ يوم 15 من شهر جانفي من سنة 11 و2000 بتحويل المطلب الشعبي بإسقاط النظام إلى مطالب جهوية وقطاعية، وذلك بهدف الإبقاء على المنظومة مع تغيير شكلي صوري في بعض ملامحها لتبقى بلادنا محكومة من قبل من
لا زال يريد البقاء وراء الستار لمزيد التنكيل بالشعب الثائر والتحكم في مقدراته. ثم بدأت مؤامرة أخرى وهي الأخطر، وذلك بتقسيم البلاد. ولن يقدر أحد على أن يغيب عن الذاكرة أحداث يوم 9 من شهر أبريل من سنة 12 و2000، حين حاولت مجموعات منظمة ومسلحة قمع المتظاهرين، حتى تضفي هذه المجموعات شرعية مزعومة. تم إدراج مشروع حكم ربما يذكره الكثيرون في نص الدستور الذي تم نشره في شهر أبريل من سنة 13 و2000، حكم ينص على أن الدولة هي التي تحتكر إنشاء القوات المسلحة وقوات الأمن الداخلي وأي قوات أخرى، ويكون ذلك بمقتضى قانون ولخدمة الصالح العام. فهل تحتاج الشمس إلى دليل؟ هذا إلى جانب العمليات الإرهابية التي تذكرون، ومنها ذبح جنودنا البواسل وهم في ساحات الوغى في الوقت الذي كانوا يستعدون فيه للإفطار بعد يوم من الصيام في شهر رمضان المعظم، وتفجير حافلة الأمن الرئاسي وأولئك الذين لم يسعهم أي مكان في تونس سوى مرتفعات جبال الشعبي لممارسة ما وصف بالأنشطة الرياضية. هذا غيظ من فيض وقليل قليل من كثير، فضلا عما كان يحصل في هذا المكان من وضع نصوص فصلت على مقاس من وضعوها. فكم من مرة ترفع الجلسة العامة بحجة التوافق ومزيد التشاور ليخرج نص جديد، وتعلمون دون شك طرق التغيير ومقابل هذا التغيير من الأموال التي كانت تدفع جراء هذا الموقف أو ذاك. وكانت الأصوات ترتفع في كل مكان، يدعو أصحابها لحل البرلمان قبل أن تنتشر جائحة الكوفيد التي حصدت آلاف الأرواح، ولولا جهود الأطباء التونسيين والإطار شبه الطبي والأعوان وتآزر التونسيين والتونسيات لكان عدد الضحايا أكبر بكثير. لم يتوانوا للأسف حتى من الاتجار بالأوبئة والأمراض. وحين
تم التوجه يوم 24 من شهر جويليا من سنة 21 و2000 إلى ولاية قفصة وزيارة عدد من المستشفيات. وما هي بالمستشفيات؟ في يوم العرايس والمتلوي والرديف لم يكن في إحداها على الأقل لا ماء ولا كهرباء ولا أكسجين، بل كانت جثث الموتى في أروقة هذه الفضاءات ملقاة بين الأحياء، فلا تعرف من قضى وممن لا زال على قيد الحياة. وحل يوم 25 من شهر جويليا من سنة 21 و2000 حل هذا اليوم، وليحفظ التاريخ وليحفظ المؤرخون أن قرار تجميد أعمال البرلمان السيء الذكر آنذاك لم يكن يعلم به أحد على الإطلاق كما يدعي البعض، بل كان قرارا أملته المسؤولية الوطنية التاريخية. قلت بيني وبين نفسي كيف يمكن أن أقف أمام ربي يوم القيامة وبماذا سأجيب؟ وكنت في ذلك المساء الحزين أقول كيف أقابل ربي وكيف أقابل الشعب التونسي والأوضاع داخل الدولة والمجتمع تزيد تفاقما وتأزما يوما من بعد يوم. استعاد الشعب ثورته وتم وضع دستور جديد وتم تنظيم استفتاء حسم فيه الشعب أمره بعد تنظيم استشارة وطنية استهدفها بطبيعة الحال المناوئون، ولكنها نجحت بالرغم من كل محاولاتهم البائسة في إفشالها. كما تم انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب وإثره أعضاء المجلس الوطني للجهات والأقاليم قبل تنظيم الانتخابات الرئاسية في موعدها. لم يكن الأمر هينا ولا يسيرا، كانت المخاطر جسيمة، كمن يمشي في حقل مليء بالألغام. وكانت فلول المنظومة التي بقيت منتشرة في عديد المؤسسات كالأفاعي منتشرة في كل مكان تسمع فحيحها حتى وإن لم تكن تراها. هذا فضلا عن الخيانات ومحاولات تأجيج الأوضاع بكل الطرق. وقد يقول قائل لا يعرف كل الحقائق أن هناك بعض تأخر، ولكنه ليس تأخرا بل كان تأنيا حفاظا على استمرارية الدولة وعلى السلم داخل المجتمع
حتى لا تسيل قطرة دم واحدة. وقد تأتي لحظة المكاشفة والمصارحة حتى يعلم الجميع ما كان يرتب ويدبر من الداخل ومن الخارج على السواء. وآخر توافق إجرامي هو محاولة إدخال البلاد في صراع شرعيات وإدخال تونس في أتون اقتتال داخلي وتقسيمها إلى مجموعة من المقاطعات. والحمد لله تعالى أن تداعى النواب فأسقطوا المخططات التي كان عملاء الصهيونية العالمية وأعضاء المحافل الماسونية رسموها، وحددوا حتى الموعد بهدف تحقيقها. أن الشعب التونسي آل على نفسه أن يعبر، وقد عبر، وآل على نفسه أن يواصل حرب التحرير الوطني لتخليص البلاد من هذه الفلول ومن هذه الزواحف السامة والأفاعي. إننا لا نخشى الخطوبة، فبأيدينا سندفعها، وأن داهمتنا سندفعها بأيادينا. يا أبناء شعبنا العظيم في تونس وفي كل مكان من العالم، لقد قرر الشعب التونسي التحدي، وسيرفع كل التحديات، كما قرر مواصلة مسيرة التصدي والتحرر الوطني الكامل. فلن نخشى الخطو ولن نهاب المخاطر. التحدي أكبر التحديات التي سيتم العمل دون هوادة على رفعها هو فتح طريق جديدة أمام العاطلين عن العمل، وخاصة أمام الشباب. والعاطلون عن العمل ليسوا من الشباب فقط، وهم ضحايا لعقود من الفساد ومن الاختيارات الاقتصادية الفاشلة. لقد عانت الفئات التي تم تفكيرها الكثير وإيجاد حلول وطنية ليس بالأمر المستحيل. يجب التخلص من المفاهيم البائدة وحتى من المصطلحات التي عفى عنها الزمن. بالإمكان استنباط حلول جديدة تخلق الثروة فيستفيد منها العامل ويعود نفعها على المجموعة الوطنية بكاملها. والشركات الأهلية التي حاولت قوى الردة تعطيلها حل، ولكن يمكن استنباط حلول كثيرة أخرى. فالتونسيون والتونسيات في حاجة إلى حلول جذرية، ولم نعد نقبل بأنصاف الحلول. لذلك تم التأكيد في أكثر من مناسبة
على ضرورة الانطلاق بسرعة في ثورة تشريعية تجسم في أرض الواقع آمال الشعب التونسي. لن تشح أفكارنا لن ترق عزائمنا عما نروم، ولن تخب مساعينا. ومن التحديات التي علينا أن نرفعها مجتمعين بناء اقتصاد وطني يرتكز على خلق الثروة وفي ظل اختيارات وطنية خالصة نابعة من إرادة الشعب. لن يكون الأمر هينا ولا يسيرا، ولكن حين يتم حث الخطى والدخول في سباق ضد الساعة يمكن تحقيق ما كان في عداد الأحلام أو ما كان يعتبر مستحيلا. وما نيل المطالب بالتمني، ولكن تؤخذ الدنيا غلابا. وغير قليلين اليوم ممن لا يزالون دون جدوى يبحثون عما يسمى بمنوال التنمية، فليعلموا أن المنوال هو الذي سيصنعه الشعب المفكر، هو الذي يحدد مسار التاريخ، وهو الذي يشقها ويعبدها ويسيد البناء الذي يريد. ثم أن اقتصاد الريع التي تركز عليه المؤسسات التي تتولى التصنيف والترتيب والترقيم، فضلا عن أنه لا ينتج الثروة الوطنية بل يجعل أمواله دولة بين الأغنياء الذين لا يتجاوز عددهم بضع العشرات، سيزدادون ثراء وتتفاقم في الآن ذاته أوضاع البؤساء والفقراء. ومن المفارقات أن نسب النمو بلغت في جداول من نصبوا أنفسهم أساتذة يصنفون كما يشاءون ويمنحون علامات النجاح والإخفاق، أن هذه النسب تقوم على معطيات مغلوطة أو بالحد الأدنى مغشوشة. فنسبة النمو في السنوات 90 وبعدها كانت تتراوح بين 3 و6%، فلو كانت بالفعل صحيحة لما قامت الثورة ولما حصل هذا الانفجار الثوري في تونس غير المسبوق. أنهم يضعون نسب النمو بناء على مقاييسهم ويسندون الأعداد والعلامات كما يسند الأستاذ التلميذ العدد والعلامة. يريدون تأبيد
نظام عالمي، نظاما عالميا انقلب على نفسه وبلغ ذروته. وتلاحظون بالتأكيد اليوم في هذا المجال وفي مجالات أخرى أن النظام الإنساني الجديد بدأ يتشكل، وهو الذي سيحل محل هذا النظام العالمي القائم على تقسيم غير عادل للثروة. ومن التحديات وليس أقلها الحفاظ على مؤسساتنا ومنشآتنا العمومية بعد تطهيرها تطهيرا يعيد إليها توازنها. والكل يعلم أن الذين تسللوا إليها تحت عناوين مختلفة نهبوها ونسفوها نسفا تمهيدا للتفريط فيها، كما فعلوا وواصلوا منذ نهاية السنوات 80 من القرن الماضي. لقد استعاد الشعب ثورته، وعلى الدولة أن تستعيد دورها الاجتماعي كاملا غير منقوص. فالحقوق الاجتماعية من تعليم عمومي ومن نقل ومن صحة عمومية ومن مسكن لائق ومن عمل مستقر ومن أجر عادل مجزن ومن تغطية اجتماعية، كلها تحديات على الدولة رفعها، فهي من حقوق الإنسان الطبيعية. وليس في هذا أي استهداف للمبادرة الحرة، فالدستور يضمن التعايش بين القطاعين العام والخاص على أساس العدل الاجتماعي. والمبادرة الحرة يجب أن تمارس في ظل وضع قانوني سليم يحفظ حقوق الجميع، فلا يبتزوا ولا يبتزوا. وكما أن الحرية مضمونة في المجال الاقتصادي، فهي أيضا مضمونة محفوظة محمية في المجال السياسي. ولكن الحرية ليست فوضى وليست افتراءات وشتم وسب وثلب، كما أنها ليست تعديا على الحقوق وخرقا للقانون. والذي لا نقبل النقاش فيه ولا تقبلون بالتأكيد أيضا أن تتناقشوا فيه هو الوطن. فلا مكان للخونة وللعملاء، ولا مكان في أرضنا لمن يرتمي في أحضان دوائر الاستعمار. فهو كمثل الذي يسرق من بيت أبيه فلا أبوه سيصفح عنه، ولا الذي اشترى منه بضاعته المسروقة سيكافئه، حتى وأن تهيأ له أنه يمنحه مكافأة فهو في قرارة نفسه يحتقره ويزدريه.
والتحديات كثيرة لا يمكن في هذا المقام أن أذكرها كلها، ولكن أؤكد من جديد على ضرورة تخطيها بسرعة، تخطيها حتى نصنع تاريخا جديدا لتونس، حتى نصنع وطنا يعيش فيه كل التونسيين والتونسيات في حرية وكرامة. والتحدي لا يمكن أن يكون مشفوعا إلا بالتصدي. لعل أول جبهات التصدي هو مقاومة الإرهاب، فتحية لقواتنا المسلحة العسكرية الذين نجدهم في كل آن وحين في ميدان المواجهة والبطولة والشرف، وتحية لقواتنا المسلحة الأمنية على ما تبذله من جهود في كل المجالات، ولسلك الديوانة وللحماية المدنية. لقد تحملوا أفدح المخاطر، وشعارهم الذي لا يفارقهم ولا يفارقنا قلبنا من حديد ونارنا لظى، لأن نفس الشريف لها غايتان: ورود المنايا ونيل المنى. والجبهة التي لا تقل عن الجبهة الأولى في واجب التصدي هي مواجهة الفساد، فلا تراجع عن المحاسبة ولا تنازل عن أي مليم من أموال الشعب التونسي. كثيرون كانوا ينتظرون يوم العبور لعلهم يفلتون من المحاسبة والجزاء. أبواب الصلح الجزائي يمكن أن تفتح من جديد، فأن أعاد من سطع على أموال الشعب هذه الأموال لصاحبه كاملة غير منقوصة، فلا حاجة لأن يبقى سجينا أو فارا تائها بين العواصم والمدن في الخارج. أما إذا ارتأى طريقا أخرى أو ارتكب جرائم أخرى فالقضاء وحده هو الفيصل. من هذا المنبر وفي هذا اليوم من الواجب التأكيد بأنه لا مكان في وطننا العزيز لمن لا يعمل على تحقيق آمال شعبنا، لا مكان في وطننا العزيز لمن لا يعمل على تحقيق آمال شعبنا، لا مكان إلا لمن يعمل صادقا على تحقيق المطالب المشروعة لشعبنا، ولا مكان لمن يعطل
السير الطبيعي للمرافق العمومية. وليعي الجميع أن كل من يعطل عمدا مهما كانت درجة مسؤوليته السير الطبيعي لدواليب الدولة لن يبقى دون مساءلة ولا جزاء. لقد خضنا حرب استنزاف طويلة كانت شاقة ومريرة، ولكن كل شيء يهون من أجل هذا الوطن، والحمد لله تعالى تم العبور. فلنعبر معا جميعا، نبني مستقبلا مشرقا لأجيال سوف تأتي من بعدنا وتحمل مشاعر النور مكاننا. لا شك يا أبناء شعبنا العظيم أنكم تتفقون في أننا بحاجة إلى ثورة ثقافية، إلى ثقافة جديدة، فبها يتم التصدي لكل أنواع الانحرافات. ثورة تقوم على التعاون وعلى إلغاء المسافات، ثورة تقوم على تصور جديد للحياة داخل المجتمع، وليس على توزيع أوراق أو توزيع مناشير. ثورة يستبطنها المواطن ويسعى إلى تحقيقها في كل وقت وفي كل مجال وفي أي مستوى. ثورة على المفاهيم البالية من أجل فكر جديد. وقد بدأت بوادر هذه الثورة تظهر إثر انتخابات سنة 19 و2000، ولكن تحركت مرة أخرى اللوبيات فأجهضتها. ومن منكم لا يتذكر كيف بادر الأطفال بإمكانياتهم المحدودة في عمليات تنظيف لأحيائهم ومدارسهم وكل المحيط الذي يعيشون فيه. هؤلاء اللوبيات وأذرعتهم حاولوا زرع الإحباط والثبور، ولكن ليتأكدوا من أنهم لن يقدروا أن يزرعوا اليأس وأن يزرعوا الإحباط، لن يقدروا على ذلك، لأن الشعب التونسي مصر على العبور من ضفة الإحباط إلى ضفة العمل والبناء والتشييد. أن الاستسلام لن يجد إلينا سبيلا، وأن النصر هو خيارنا ولن نقبل له بديلا. والتصدي لهذه العقبات المذكورة وغيرها لا يوازيه سوى تصدينا لأي تدخل في شؤوننا الداخلية. فالشعب التونسي وحده هو الذي يقرر وهو الذي يختار. نتعاون مع أشقائنا وأصدقائنا على أساس مصالحنا المشتركة وبندية كاملة، ونقف دون حدود مع كل الشعوب المضطهدة، وأولها الشعب الفلسطيني، حتى يستعيد حق
حقه كاملا ويقيم دولته المستقلة على كل أرض فلسطين، وعاصمتها القدس الشريف، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، ومسرى النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كما نقف دون شروط مع الشعب اللبناني الشقيق ومع كل الشعوب المضطهدة. وليتذكر من أراد أن يتذكر أو من خانته الذاكرة أنه لا وجود مرة أخرى عندنا لمصطلح التطبيع مع الكيان المغتصب، مع الكيان المجرم، مع الكيان الصهيوني. ومن يتعامل معه يرتكب جريمة الخيانة العظمى للحق الفلسطيني. أعيدها وأكررها ولن أتراجع عنها أبدا. إننا عبرنا وسنواصل على نفس النهج من عبور إلى عبور. ومن رام العلا لا يرضى أبدا بما دونه، ومن صعد قمم الجبال ستكون القمم هي المنزل والمستقر. ربنا كن لنا عونا وهدى، ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وعاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر، عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر، عاشت تونس حرة مستقلة أبد الدهر. والسلام. والتعايش المذهبي موجود، ومش يعني الصراع بين المذاهب اللي موجود في الشرق.